تخيل معي، واحدة جالسة في بيتها هادية، وفجأة تسمع دق على الباب. تروح تفتح وتلقى مهرج واقف قدامها، لابس لبس السيرك كامل، ماسك بالونات وورد، يعطيها البالونات والورد. وفجأة يطلع مسدس ويصوبه على وجهها ويطلق. لكن السالفة ما تبدأ من هنا. السالفة تبدأ من واحدة ثانية اسمها شيلا، عمرها 27، تشتغل في معرض سيارات مستعملة. كانت قوية، تعرف تسترجع السيارات من اللي ما يدفعون، ومن كتر ما هي شاطرة شدت انتباه صاحب المعرض مايك. ومع الأيام علاقتهم تطورت، وصار بينهم علاقة غرامية، ومايك بدأ يدفع إيجار شقتها، وكانوا يحلمون بحياة مع بعض. بس في عائق كبير، مايك متزوج وما كان يبي يطلق، لأنه نص ثروته باسم زوجته مارلين، ولو طلقها بتاخذ مبلغ ضخم. فوش صار؟ شيلا جهزت خطة شيطانية، راحت محل تنكرات واشترت لبس مهرج كامل. وبعد يومين مارلين كانت في بيتها مع ولدها، ودق الباب. فتحت ولقت المهرج واقف قدامها، أعطاها ورد وبالونات، ثم طلع مسدس وأطلق على وجهها مباشرة. ركب سيارته وفله. ولدها على طول اتصل بالإسعاف ونقلوها للمستشفى. جلسوا يحاولون ينقذونها، بس بعد يومين توفت. الشرطة بدأت تحقق. الوصف الوحيد كان مهرج طوله 6 أقدام. شكوا بزوجها مايك، بس كان عنده عذر قوي، كان مع ربعه في السباق. بس لما عرفوا عن علاقته مع شيلا كل الأنظار راحت لها. لقوا محل تنكرات باع زي مهرج لوحدة تنطبق أوصافها على شيلا. وبعدين لقوا سيارة الهروب، وفيها شعر برتقالي من باروكة وشعر بني طبيعي. لما فتشوا شقة شيلا لقوا نفس أنواع الشعر، لكن وقتها ما كان في تحليل DNA متقدم، فما قدروا يثبتون شيء. مرت السنين وما صار شيء، لكن بعد 15 سنة حصلت الشرطة على تمويل جديد لفتح قضايا قديمة، ومنها قضية المهرج القاتل. رجعوا يحللون الأدلة القديمة، ومن ضمنها شعر بني من سيارة الهروب. وفعلاً تحليل DNA طلع يطابق شيلا. بعد 27 سنة من الجريمة أخيراً انمسكت. أخذت صفقة اعتراف وانحكمت ب14 سنة سجن. أما مايك كتير يشكون إنه كان شريك بالتخطيط، لكن الشرطة ما لقت دليل كافي، فظل حر طليق. إذا أعجبتك القصة سو لايك واشترك بالقناة، واستعد للقصة الجاية، يمكن تكون أغرب